أما الآن نعود إلى كلمات هذيل خارج مكة على حدود المملكة العربية السعودية، وبالتحديد الخليج العربي من بادية عمان والإمارات وقطر والبحرين. يقدمهم أو يتقدم بكلمتهم المؤرخ الشيخ الشاب محمد بن ضيف الله الياسي الهذلي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أيها الحضور الأعزاء، مشايخ وأعيان وشعراء ومؤرخين، الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الليلة العامرة التي ازدانت فرحاً وسروراً، لا يسعني إلا أن أتقدم بالتهنئة للشاعر فارس الصحراء صالح بن دخيل الله المطرفي الهذلي وأخيه إبراهيم، ونقول بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، وندعو لهم بالتوفيق والسداد. أيها الحضور الكريم، لقد سنت قبيلة هذيل سنة حسنة، وذلك بالتواصل بين قبائلها في شتى الأقطار، ولم يقتصر على قبائلها المتواجدة في المملكة العربية السعودية، بل امتد إلى العالم العربي والإسلامي. وأكبر شاهد اجتماعنا هذا المساء، لذلك يشرفني أن أتحدث عن قبائل هذيل المتواجدة في الخليج العربي، امتداداً من بادية عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر ومملكة البحرين. ويتواجد في هذه الدول بشكل ضخم قبيلتين عريقتين، قبيلة بني ياس وقبيلة بني كعب. وقد انطلقت من أرض الحجاز بادية مكة ديار هذيل قبل أكثر من 400 عام بسبب الأوضاع السياسية المضطربة في الحجاز في ذلك الوقت، وقد انتقلت إلى أطراف نجد، وبالتحديد بين وادي رنية ووادي الدواسر، حتى وصل بها المسير إلى بادية عمان، ثم الساحل الشرقي من الجزيرة العربية في الظفرة والعين وما حولها، يدفعهم على الارتحال والتنقل، البحث عن الماء والكلى وظروف الحياة الصعبة ذلك الوقت. ومن الشواهد التي تدل على انتقال قبيلة بني ياس من بادية الحجاز تسمية الديار التي ينزلون فيها، فالقبائل قديماً لا ترحل من ديارها إلا مضطرين للرحيل لتعلقهم في أوطانهم، لذلك يجبرون على حمل أسماء ديارهم ويطلقونها على الديار التي ينزلون فيها حباً في ديارهم السابقة. وعلى سبيل المثال تطابق وادي الضيقة بديار بني ياس هذيل مع وادي الضيقة في عمان، وتطابق جبل علي في أمارة دبي مع جبل علي الشاهق بديار بني ياس وبني كعب في ديار هذيل. ومن الشواهد الدالة أيضاً تطابق بطون قبيلة بني ياس من هذيل وبني ياس الأمارات العربية المتحدة مثل الفلاحي والفلاسي وغيرهما كثير. ومن الشواهد أيضاً تطابق الموروث الأدبي الشعري والعادات والتقاليد لأبناء قبيلة بني ياس في الخليج العربي وغيرهما كثير. وعزاؤنا بعد أن كثر المتقولون حول هذا النسب الشهير من أصحاب الأقلام المستاجرة، هي كلمة سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله عندما قال: وعزاؤنا بعد أن كثر المتقولون حول هذا النسب الشهير من أصحاب الأقلام المستاجرة، هي كلمة سمو الشيخ زايد بن سلطان
آل نهيان رحمه الله عندما قال: نحن من بني ياس وخرجنا من بادية الحجاز. لذلك عندما يتكلم أحد أبناء قبيلة بني ياس يجب على أنصاف الباحثين الكف عن المغالطات التاريخية وتهميش الحقائق. وفي الختام نحمد الله الذي قيض للجزيرة العربية الملك عبد العزيز فوحد قبائلها ولم شملها من بعد فرقة وشتات، فجزاه الله خير الجزاء، وحفظ الله خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وحفظ الله خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.